كأن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى سليم زميلي تستعد لاستقبال وزير أو إطار سام في الدولة، نظافة، تنظيم وتكفل طبي راق، وفوق ذلك مدة انتظار الفحص الطبي لا تتعدى دقائق، وحتى الحصول على نتائج الأشعة لا يتطلب عناء طويلا. كي جابوني زميلي كي جيت داخل بشاري لومبيلونس بامينات ما سنيش كاع بامينات خيطوني كي خيطوني عاود خرجت ربي واحد 10 دقائق. باش يخدموا كي شافوكم نتوما ما يخدموا سيريو، ما كاين لا نظام لا والو، دعوه عامله اخويا ان شاء الله بيريت. صورة هذا المستشفى الفاضل تتغير رأسا على عقب بحلول ليلة، طوابير طويلة، مرضى تائهون يصارعون الألم، بناية شبه مهجورة، وقاعات علاج خاوية على عروشها. في مصلحة الأشعة الكارثة تبدو أكبر، فما كان يشتغل بالنهار يصبح عاطلا بالليل. هنا باستعجالات المستشفى الجامعي مصطفى باشا تكفي حالة هذا الرجل لتلخص حجم المأساة، فهو على مشارف موت محقق للحصول على رعاية طبية عاجلة، لكن ما عساه يفعل سوى الانتظار. على قديم وعلى الوحده والله يا اخي باش تشوف الفقراء يحفظ الفوق يا طارق والله يا ريضه يا خيريه يا بلدو الوحده تشرب يعني الوقت يا انت موت عمر خويا انا كاين يخدم هذيك. مغامرتنا بالمستشفى تواصلت، حالة أخرى لمريضة بفقر دم حاد، التكفل بها لا يتطلب التأجيل، لكن للطبيب رأي آخر. مثل هذه المشاهد الصادمة تلخص حالة مستشفيات الجزائر، غياب الضمير وانعدام الرقابة جعل منها مستشفيات موت. إصلاح الوضع يبدو أشبه بالمهمة المستحيلة، لأن ما خفي كان أعظم.